طبعا معي سؤال واعتقد انك كتبت فيه للناس المتخاصمين. نعم. هل معك قصيدة شعر حاجة كلام اي شيء للمتخاصمين؟ ما في شيء. المتخاصمين نقول لهم كما قال ذلك الشاعر: إلام الخلف بينكم وعلامة، علام الخلف بينكم وعلامة، أو إلام الخلف بينكم وإلامة، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. يعني الدنيا لا تستحق كل هذه الكمية من الغل والحقد والحسد والبغضاء والتنافس والتطاحن والتشاحن والتقاطع والتدابر. يعني حتى ورد في بعض الآثار: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من كسر خاطر مسلم، وليس من سفك امرئ مسلم. لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من كسر خاطر مسلم. يا الله، هذه رواية أبلغ من سفك امرئ مسلم. نعم. وهذيك الرواية اللي طبعا المجمع على قوتها وقوة إسنادها يعني. فهذا خاطر المسلم. وفي الأمثال التهامية: هجمت مدينة ولا كثيرة نفس، هجم مدينة ولا تكسر نفس إنسان. فهمت علي ولا لا؟ فعلى ماذا أنت؟ هل سترث الدنيا من ورائك أنت؟ ولذلك يقول المسيح كما ورد عنه في الإنجيل: أحبوا أعداءكم، أحبوا أعداءكم. ويقول لهم: من ضربك على خده الأيمن فأدر له خدك الأيسر. وإن كان هذه الكلمة للعلماء فيها نظر، قالوا إيه لو طبقنا هذه لضاعت حقوق الناس. من ضربك في خده الأيمن أدر له خدك الأيسر، من ضربك في خدك الأيمن أدر له خدك الأيسر. قالوا لو طبقنا هذه المقولة لذهبت حقوق الخلق. لابد من إقامة الموازين. لكن العفو يأتي هنا من منطلق النفس، عندما تعفو أنت عن عدوك وأنت في غاية القدرة عليه. ولذلك قال: أحب إن الرب يأمركم أن تحبوا أعداءكم، كما في سفر الاستثناء: إن الرب يأمركم أن تحبوا أعداءكم. قال: لأن المسامح يعيش في بحبوحة وجنة من سعة صدره، أما المخاصم يعجل بقتل نفسه بيده ويسبب له القرحة واللخط ومرض القلب والجلطة يعني حب العدو عائد للفائدة للشخص نفسه. نعم. يعني أنت لما تحبه أولا يخجل من نفسه، ثم الآية واضحة: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال الشاعر: سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، وصن الجميل ولو أخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. لو دورت واحد كامل: إن كنت أسأت في هواكم أدبي فالعصمة لا تكون إلا لنبي. لو دورت واحد كامل إيش قال؟ ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء فخرا أن تعد معايبه. واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. ولكن مع ذلك سامح الناس، سامح الناس، ولكن اعمل بما قال الإمام علي: فإنما رجل الدنيا وواحدها فصاحب الناس واحذرهم على دخلي.